السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال دي والحلاوة ده معمولة ازاي؟ عاملين لكم كده بطاطس كده بالكفتة، تحفة وطيبة وجميلة، والرز بشعرية حاجة زي العسل. تعالوا نسمي بسم الله نشوف عاملينها كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معانا بصلة ومعانا سمن ومعانا زيت مع بعضيه ونسيبها تحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنسيبها المرة دي هتحمر. هنبدأ بيها بالتجلية الأول علشان تتسبك وتبقى حلوة، وهننزل بمعلقة السكر كده صغيرة ومعلقة ملح دلوقتي علشان البصلة تلحق تحمر كده وتكرمل وتبقى تحفة طعمها. ونصلي بينا على النبي كده اهواتي. ننزل بالملح وهنسيبها كده اهواتي تتحمر. احنا بدأنا بالصلصة بتاعت ايه؟ بتاعت البطاطس. معانا كزبره، معانا كمون، معانا فلفل اسود، وهننزل عليهم كده اهواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي بسم الله كده يا جماعه، ونحط التوابل اول لما بتنزل كده اهواتي في البصله وهي بتتسبك بتبقى تحفه مع السمن والزيت، بتبقى ريحه التوابل بتطلع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هننزل كده اهواتي. اللهم صل على النبي. بعد ما اصفرت كده وحمرت طشناها بالطماطم. معانا كده اهواتي لحمه مفرومه، ربع كيلو لحمه مفرومه. معانا ملح، هنحط الملح ما نكترش الملح على حسب كل واحد اللي معاه. كزبره وكمون وفلفل اسود هننزل كده عليهم، وخرطة بصلة كده اهوت بميتها بكله هننزل كده عليها. ما حطتش خضرة ولا حاجة عشان تدي طعم اللحمة وتبقى طعمها جميل في الكفتة، فما حبتش اغير فيها. حطتلهاش الا التوابل في اللحمه بعد ما اتسبكت. شايفين وطبقه الدهون كده طلعت من فوق الوش، يعني معناتها كده اتسبكت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنزود كده بشويه ميه علشان تجيله. اللهم صل على النبي. الريحه يا جماعه تحفه. كل ما تسبك الصلصه هتبقى جميله كده اهواتي. بعد ما شرب التوابل بتاعتها الكفته هنعملها زي البرجل كده اهواتي، او كد الطعميايه. ونصلي بينا على النبي كده اهواتي، وندهنا ايدينا بحته زيت عملتها كده اهواتي زي الطعميه. ولازم تهرسوا فيها قوي 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 عشان ما تفكش. كل ما تدعك في اللحمه اكتر تبقى كتله واحده تبقى مليحه. اهم حاجه دعك في اللحمه. حطيت كده اهواتي مع حته سمن وزيت كده مع بعضيه ببساط. هشوح يا دوبك تشويحه كده اهواتي، يعني تشميع، مش هخليها تحمر يا دوبك. هقلب بعد ما اخلص رص اروح اقلب على طول. اديكم زي ما انتم شايفين انا مش عايزاها تطيب بس تشمع بس علشان تمسك نفسها الكفته، علشان ما تفكش معنا في هي مش هتفك. كانت التجربه هنا بس بردك كل ما تتعمل كده احسن، كل ما تبقى ماسكه نفسها في الفرن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وانت عشان بترصيها ما تتعبكيش. عودين فرمه بصل كده كتير هنخليه تحت نفرته تحت الصينيه كده، تبقى على الصينيه. وهمسك كده البصل اللي احنا مسبكينه اللي في التجليه كده، هصفي منه واخد من التجليه احطه مع بعضيه واحركهم علشان يبقى في الجعر، علشان يبقى شوزي كده ويبقى حلو كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادينا هرص كده واتي بصله جنبها. اللهم صل على النبي. بطاطس جنبها كده، فلفل جنبها، بطاطسايه جنبها اللحمه. يعني كل ما احط بطاطسايه احط جنبها شريحه طماطم، شريحه فلفل، شريحه كفته. في كل بطاطسايه يا جماعه بينها وبين حاجه هنحط مثلا الخضار، نوع الخضار، البصل وكده. هديكم زي ما انتم شايفين الرصه كده سهله وبسيطه، وكل واحد هو وزوجه يرص، وزي ما تيجي محكم هتطلع حلوه ان شاء الله. ونصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك حبايبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحشتوني يا جماعه. ادي الشكل اللي بعد ما احنا رصناه شكلها تحفه، والريحه الشكل لوحديه بتقول كليني نيه. والله العظيم الشكل تحفه يا جماعه، والطعم تحفه وخرافه. هننزل كده بالتجليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هرشها على كل ناحيه وبعد ما احطها كده ببعضيها التجليه هولع الفرن. مش هنولع الشوايه، هنطيبها بالفرن بس. حطيناها كده في الفرن. معانا كده سمن وزيت. هنفلفل الرز. حطينا سمن وزيت كده مع بعضيه. ونصلي بينا على النبي. هننزل كده بالشعريه علشان تبقى نظاميه التكه والحركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنحمر كده الشعريه
بعد ما احمرت كده ويجي لونها ذهبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هننزل كده اهواتي في ايه، غاسلين الرز اها خلاص كده اللون دواتي كده جميل، شايفين يا جماعه؟ الواحدة بوحدتها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هننزل كده بالحج رز، ونحط اللايك ونحط الاشتراك، ما نتحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. وهنحمر كده الرز تاني مع الشعرية ويخليه يخشول، لا يخشول، لا ننطش ايه، لا ننطش الرز. بس بعد كده وقت هنزل بمكعبين مرق الدجاج عشان يديك ايحاء لطعم الشوربه ويبقى طعمه تحفه 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 الرز. وما تحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب التصوير يكون عجبكم، معلش كده واتي يعني نصلي بينا على النبي. خلاص كده واتي بعد ما خشول هننزل بميه سخنه كده واتي، هنطلع بعقل الصابع من الرز. كل مره بنقولها للمبتدئين يا جماعه، حاجه اقتصاديه وسهله وبسيطه وتحفه وشكلها تحفه يعني، وتجد يعني إيحاء لحاجة أكل فاخر، والله فاخر من الآخر. بسم الله ما شاء الله. أديكم انتوا زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي ها، تحفة يا جماعة، مع الرز مع البطاطس. بص والله العظيم تحفة. ما تحرمش منكم من لايكاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.